السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة مستر ميديا 7 اكس. اليوم راح نحكي لكم عن ايبادات 60 فريم. طبعا لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وخلينا نبلش. طبعا اذا بدكم نكملكم بهيدي سلسلة التقنيات، سلسلة شو تشتري لببجي شو ما تشتريش، كملوا المقطع وحطوا زر اللايك والشير والسبسكرايب اهم شي. طبعا نزلت لكم مقطعين اليوم، ما فتحت لايف لاني نسيت اصلا. اوكي، طبعا اول شي انا اتخذت قراري واتخذت احسن ميزانية لإلي. راح اشتري ايباد ميني 5. ليش ايباد ميني 5 يا محمد؟ وشو بالذات وشو بيعمل وشو مميزاته؟ اصلا مميزاته حكي عنها قبل هلا، حكى عنها يا شباب قبل هلا، المميزات والعيوب وكل شيء. عيبه الوحيد بطاريته، بس هو تقريبا جيد جدا. بس نحنا تقريبا كتير جيد، يعني انا حسيت حبيته للايباد. هو حجمه صغير وخفيف، وحسب تجربة واحد من اصحابي انه منيح. يعني انا عم باخد عن تجربة العالم، وطبعا اخدت عن تجربة اليوتيوب والتقنيين وكل الناس وطبعا اكيد اخدت تجربة حلوة وشي حلوة وايباد جبار يعني. اوكي، هلا هو حيجي عندك بسعر بلبنان، حتلاقي سعره الان 85 90 دولار، هيك سعره. وممكن تلاقيه ب100 دولار، ما بعرف حسب هو كيف نظافته الايباد. بس انا رح جيبه ب99 دولار. اوكي، هلا هي 99 دولار بالنسبة لإلي مبلغ منيح. طبعا حافتح لكم بثوث بالايباد وحنحرق الدنيا بالايباد طبعا. يعني رح فرجيكم لعبة بحقيقي. ومثل ما صرنا نعرف انه ببجي صارت لعبة واي فاي، بينج وفريمات. انا بينج بس ناقصني واي فاي. ف... ففهموا علي. يعني صارت اللعبة بالنسبة لإلي صارت ما في متعة محس، لأن أنا 30 فريم جوالي هلا ما بعرف صار بيدعم 30 فريم 40 ما عاد يدعمش. فللأسف ما عاد تحس متعب باللعب. شوفوا اللاج وحماوة الجهاز. يعني أنا بلعب على هواوي طبعا. هلا كويس الجهاز كان بال40 فريم، صار ب30 فريم أحس اللعبة زبالة. أوكي، هنبدأ بأول ايباد، أضعف ايباد طبعا أكيد هو ايباد ريدمي ريدمي باد برو. اوكي، هذا اول ايباد نزل من شركة عفوا تاني ايباد نزل من شركة شاومي، وتالت عفوا ايباد من بعد ايبادان اللي هن 5 و6 واللي كانوا جبارين الصراحة. وهلا حنحكي عنهم طبعا بعد هالايباد. بيعرف طبعا حسب تجارب الناس وحسب تجارب العالم والتقييمات هذا الايباد خرا. ده بالمعنى الحرفي، انه كيف بدي اقول لك بيعرف. ليش بيعرف يا محمد وشو العيب اللي فيه وكيف؟ مش عيب 7000 ملي امبير بطاريته، يعني راح يضل معك طول السنين. بس مشكلته الوحيدة اللي هي يا شباب ما بيحمى كتير. بده مبردين، ما بمبرد واحد. وبده يعني، وحتى ما 60 فريم مش ثابتين وتلقلق وما بتعرف تلعب فيه اصلا. يعني كأنك عم تلعب 30 فريم بس 60 فريم وهمي، وهو في اشتراع على اساس 90 فريم ل 60. ويعني في هلا ماكل الهوا بهالايباد، ونحن ال 30 فريم و 40 فريم بنعرف نلعب احسن منه. ف فالايباد ماكل هوا ما منيح. اذا بدك تشتري اشتري للدراسة، اشتري له اي شي، اشتري له فري فاير ولا تشتري له ببجي. عن جد ايباد بوم فيني هيك لكم. وتاني ايباد يعني اليوم معنا اللي هو ايباد الايبادات الاحسن ايباد بالعالم اللي بيدعم لك 90 فريم. هذا الايباد يا شباب ايباد شاومي. شو شا... آه شاومي شاومي باد 6. لا عفوا شاومي باد 6. عفوا شاومي باد 5. شاومي باد 5 اسطوري.
90 فريم، يعني حلو واشطر وكويس قوي. وده انا حبيته للايباد، بس مشكلته سعره غالي كتير، سعره تقريبا 300 دولار. ليش سعره هيك ما ادري. اسألوا صاحب شركة شاومي، هو بيرد عليكم بركي اذا رد عليكم، لانه يعني سعره كتير مبالغ فيه. عم بمزح، مش هذا السعر بس، بظن 250 هيك شي، 250 190 دولار، يعني بيجي هيك بالسعر. وما في مستعمل، كله جديد. بلا في مستعمل، بس انه اغلبيته جديد، لانه خلاص الايباد ما له شي نازل يعني. بس كويس، 90 فريم، اظن 90 فريم صح. بنرجع عند الايباد اللي بعده، اللي هو ايباد شاومي باد 6 العادي، اللي هو بيدعم لكم 60 فريم. اوكي الايباد اخوراً ده كتير حلو ومنيح، وبيجيكم بسعر 150 دولار. والايباد طبعا بنصح فيه لجماعة الجيروسكوب، وكتير كويس برو ماكس يعني. وكمان يا شباب، هذا الايباد يعني بتحسه ما بيسخن، يعني هيك تحسه لعيب وجبار ورائع وكل شي، شو ما بدك. بس للأسف آه مش متوفر بالدول العربية كتير، يعني التوفر بالدول العربية ضعيف. وهلأ ايباد 6، هننتقل على الايباد التاني. أي... طبعا وصلنا على الايباد اللي بعده، اللي هو الايباد الثالث ولا الرابع؟ الرابع ايباد طبعا شباب. آه... مم، هذا الايباد آه... كتير منيح وكتير كويس، اللي هو شاومي باد 6 برو ماكس 90 فريم. وحتى يعني في اشتراه وانصدم، سعره 250 دولار، بس جبار جبار. برو ماكس اكس ماكس 120 فريم، يعني حرفيا بيشيل الايباد برو بسهولة، بيشيل اللي نفضه للايباد برو. كتير منيح كتير، بنصح فيه. وكان الفيديو على ايبادات 60 فريم، بس هلا قلب على ايبادات 120 فريم 60 فريم. بس اليوم يعني افضل ايباد اللي ممكن تشتريها ورخيصة، بس لا رخيصة، يعني ما في غالية، يعني ممنوع الغاليين، يعني ممنوع تجيب لي ايباد برو 2020 حقه 450 دولار وما لازم اشتريه اصلا. اوكي شباب، ننتقل على الايباد اللي بعده، اللي هو ايباد يعني منيح، بس لو يعني لو بيدعم 90 فريم، بس لو بيدعم 90 فريم، اللي هو ايباد 8. اوكي ايباد 7 ابتعدوا عنه كلكم، لا حدا يجيب ايباد 7، ما بنصح فيه، بيعلق برندر. مرة فيه خلصت جرة الغاز عندهم بالبيت و... وعملوا غدا عليه للايباد من كترة يعني حال موت ونار بصير. اما الايباد اللي احسن منه ايباد 8. هلا هن اتنيناتن اضرب من بعض، يعني هن اخوان مثلا بكترة المضرطة اللي فيهم. ومشكلتهم اسعارهم غالية، 150 180 دولار. ليش؟ ما بعرف، بدك تسأل صاحب شركة ابل. ما بعرف ليش اسعارهم هيك، وهن ما عاد في جديد بالسوق وما منيح، يعني مش منيح ابدا. اسعارهم هيك بس مشان ربح وتجار بالسوق وما بعرف شو. بس يعني هيدي الاسعار مش مقبولة، يعني مش مقبولة هالاسعار ابدا. فعنا الايباد اللي بعده، اللي هو بعد ايباد 8، اللي هو ايباد 9. ايباد 9 جبار بكل معنى الكلمة، برو ماكس، يعني بمثابة اللقطة اللي انا جبتها. الايباد الجميل الرائع المترقع، الذي يكون بشاشة 60، شو 60 90 هرتز، بس ما بيدعم 90 فريم، بيدعم شو بيدعم؟ يا ريت
بدعم 60 فريم، بس هذا أقوى ايباد بدعم 60 فريم طبعا. سعره $200 ويعني شوف اللقطات، يعني ختمنا شيء اسمه لقطات طبعا. يا الله صرت لعيب سنايبر، صرت مثل الخال. فيا شباب هذا فيوزي 90 هرتز ومنيح وكبير، وكأنك أي حمل ايباد برو، بس النسخة المصغرة والستين فريم طبعا. بس حلو يعني، بنصح فيه. وأنا ايباد 9 كان بدي أجيبه، بس شباب الميزانية يعني بتكون تخف علينا. هلا نحن عم نحكي لكم بالفئة المتوسطة ومش بالفئة الاقتصادية، لأنه ما في ايباد بالفئة الاقتصادية، ما في فئة اقتصادية بعالم الايبادات. فإذا بدكم نعمل فيديو على التليفونات وصلوا هذا الفيديو يعني. يا الله لقطات، لقطات يا زلمة. يا حبيبي صرت لعب سنايبر. اوكي، اخر ايباد معنا لليوم، اخر ايبادين عفوا، اللي هن الميني 5 والميني 6. ايبادين خرافيين، خرافيين بكل معنى الكلمة. يعني كلمة خرافي معناها ايباد ميني 5 وايباد ميني 6. ايباد ميني 5 صغير حلو، هو الايباد ميني 6 62 فريم. بس ايباد ميني 6 اكيد احسن بشوي واغلى بكتير، لان ايباد 6 حيجيك بسعر 250 دولار هيك شي. ايباد ميني 5 بسعر 85 الى $100. بس الايبادات جبارين، يعني جبارين بكل معنى الكلمة. هلا هدول الايبادات كان بدي اشتري ميني 6، بس ميني 6 الميزانية كتير، يعني ما فيني من الميزانية نار حتى اشتري. يا الله 10 كله بسنايبر، كله من سنايبر. يا سلام. طبعا خلص انتهت حلقتنا لليوم، حلقة حلوة وجميلة، وشفتوا مدينتنا بماينكرافت وكنا بانيين جامعة. ولا تنسوا لايك شير سبسكرايب، وباي باي. يو هنختم الفيديو حرام.